ليتس جو. يوميات أمنية مع الكلاب. عيط والمصحف عيط. تصوير زاوية التصوير وأنا بصور فيها دايما يعني فكرت فلسفة أمنية في السكين كير. انا اتشليت بجد لان انا كنت بعمل جيت ريدي وذ مي دلوقتي. لا اجتماع مع يوتيوب. إن أنا صحي على احتقان. Hey hi guys, nice to meet you all. اكتشفت إن أنا نسيت أعمل لكم جولة في الخرز اللي أنا جبته. Why can't we just take control? We're overcomplicating how love flows. Our low shouldn't be this dark, broke shouldn't be this hard to tell you. أنا مش هتنرفز ومش يعني صباح الخير. صباح النور. اوكي كنت لسه مصورة والله العظيم كنت لسه مصورة عيط والمصحف عيط. كنت لسه مصورة لقطة من شوية، كنت جيت بالشاي كده اهو بتكلم معاكم وكده، وردي فطرت شوكليت ومدري ايه، وكلمت معاكم كتير وقلتلكوا هعمل ايه ومش عارفة ايه. اتمسحت الكاميرا، قررت انها تمسحها. anyway انا مش هعيدها. المهم اتمنى ما تحصلش تاني، عشان انا كده هلغي الفلوج كله. what's poppin' hallelujah it's Umniya and guess what I'm back again. نسيت الكلام اللي انا قلته في الاول خالص، يا الله، عشان الكلام بيكون عفو يعني بفتح الكاميرا. المهم هاي جايز، النهاردة الخميس 4/7/2024 الساعة 9:32 صباحا، أنا مواصلة، نسيت تكة وأكسر الكاميرا بسبب الحوار اللي حصل ده. الفوتج اتمسح، اللقطة اللي أنا صورتها وأنا جاية كده اهو بالشاي، أنا عاملة شاي، أنا في مرحلة خطر، مسحت. كنت بتكلم كتير على فكرة من شوية، كله اتمسح. الحمد لله. المهم عاملين ايه؟ النهارده بصور لكم ويكند في حياتي، يعني انا بصور لكم فلوجز لما بكون بعمل حاجات في حياتي. فاكرين انتوا الفيديو اللي انا صورت فيه لما كنت برتب حياتي مع كل مدة اسبوع؟ الجدول ده تقريبا انتظمت عليه حبة حلوين، اسبوعين 3 او حبة مش حلوين مدري. بعدين جه العيد الدنيا باظت كده، او حتى قبل العيد مش عارف. المهم عادي، ممكن نحاول تاني بعدين، مش دلوقتي. ما اعرفش اقول ايه تاني بصراحة بعد اللي قلته في اللقطة اللي اتحذفت دي، بس يعني انا بشرب شاي. انا قلت ان انا افضل سهرانة احسن ما انام، وانا كده كنت سهرانة، فقلت لو نمت مش هصحى، قلت خليني سهرانة اخد شاور واعمل ماسك ممكن هيك روق حالي، ما بعرف. يعني take care of myself يعني. فالنهارده مش هعمل تصوير كتير غير الفلوج كده، يعني ممكن بكره اصور، ما اعرفش صوري صراحه. بس انا بقالي فتره ما صورتش ريلز على انستغرام، فممكن ما عنديش فكره صراحه صوري، بس هشوف لسه. كذلك ممكن يوتيوب مش شورت فيديو، يعني جوه اليوتيوب فيديو ده هنا. جايز انا الكلام كله راح في اللقطه الاولانيه بجد. انا اقول عادي مش متضايقه، وكل شويه اعيد نفس الموضوع واقول ان انا مش متضايقه، بس كتير هرنا. لو هعمل حاجه في يومي تاني اصور لكم غالبا. يعني هخلص الشاي، هقلب على تليفوني شويه وهخلص الشاي واعمل ماسك وهيك. اوكي جايز، فكرت فلسفة أمنية في السكين كير. الماسك اللي أنا هعمله دلوقتي المفروض إنه يعني من مكوناته الحليب،
المفروض انه حليب وعسل، بس احنا ما عندناش عسل، وانا ماليش خلق حتى لو عندنا عسل، ماليش خلق اجيب عسل. فانا عايزه اعمل ماسك اللهم مرطب، بس انا هستعمل الحليب لوحده، وبصراحه هو بينفع معايا، بيرطب لي وشي. عندكم عايز تعمل حليب او مكونات في الحليب ما تعملوش الماسك ده، اوكي؟ انا مش مسؤوله. دي كنت شاريها من شيئا من، ما هي يمكن من سنين 2021 22 20 مش عارف. المهم فيها كتير، فيها يعني ده شيت ماسكس. انتوا بتاخدوا واحدة مثل هيك، ان هي عاملة زي الحباية كده، هو بتاخدوها وبتحطوها في، مش شرط ماسك حليب، اوكي؟ ممكن اي نوع ماسك يكون سائل زي الحليب كده، اوكي؟ yeah so you take it and you put it here وبتتفرد لوحدها. الاختراع ده جامد. هحط ماسك الحليب عشان يرطب مش اكتر. اوكي جايز، انا معرفش في ايه الفيديو ده، كل شوية بسجل ويقول لي لا يمكن الوصول للذاكرة، اللي هو الميموري كارد اللي في الكاميرا. على الله ما يعملهاش تاني يا رب. اوكي، انا كل شوية بظبط الميموري كارد، غالبا شكلي غيره. المهم انا اتشليت بجد، لان انا كنت بعمل جيت ريدي وذ مي دلوقتي، وفي نص جيت ريدي وذ مي بحط سان سكرين اهو. ايوه كنت بشرح لكم عن حاجة، هرجع اشرحها للاسف. المهم انا ليه بعمل جيت ريدي وذ مي وليه هدفي؟ يعني الهدف حاليا ان انا يبقى شكلي شبه البني ادمين. وانا لسه صاحيه، انا نمت باقي اليوم. الساعه حاليا 3:59، الساعه 4. المهم لسه صاحيه، وفي العاده وشي بيكون مرفوع اكتر من كده، بس المهم ده عشان انا عندي اجتماع. لا مش اجتماع في الجامعه ولا حاجه، لا اجتماع مع يوتيوب. انت سمعت صح، اجتماع مع يوتيوب. يوتيوب عاملين برنامج اسمه انا بطلاء. basically كله بنات، اللي بيشتركوا فيه كلهم بنات، عشان عايزين يزيدوا نسبة اليوتيوبرز البنات في الوطن العربي او شيء مثل هيك. basically بتشتركوا في البرنامج ده. البرنامج ده عبارة عن ايه؟ هو برنامج مجاني عادي، عاملينه حاليا مجاني. معرفش دي المرة الكامل اللي يعملوه، صراحة ما عنديش معلومات كتير، بس هما بيعلموا او بيدوا تيبس لليوتيوبرز اللي تحت 100,000 AKA طيب. ازاي تطوروا في الثامنيل، في صورة الفيديو، ايه العناوين اللي تجذب المشاهد، تعملوا ايه في الفيديوهات او تطوروا ايه في الفيديوهات. وبرضو يوتيوب شو تعطونا نصايح وكده. فانا فعليا انا بتكلم مع ناس بتشتغل في جوجل وناس بتشتغل في يوتيوب، واتكلمت، كان في اجتماع مع يوتيوبر كبيرة الاسبوع اللي فات. يعني مش هقول مين هي، مش عايزة احرق، اوكي؟ لان انا خايفة ان اقول too much معلومات يكون غلط عن البرنامج. بس المهم يعني هم بيعملوا اعتقد حاجة اسمها اكاديمية صناع المحتوى، فبيسجلوا يعني الاجتماعات دي كلها مسجلة، فممكن تلاقوني هناك يعني في الموقع. معرفش اللي لسه بيتعمل او حاجة، ما جربتش اخش الموقع ده صراحة. المهم I don't know، مين عارف. فانا نوعا ما انا بقالي، قلت لكم بقالي كتير في يوتيوب، فممكن تقولوا انت ممكن ما تكونيش محتاجة نصايح. وصراحة انا قلت كده برضو، احتمال ما كنتش محتاجة نصايح قوي، لان انا عارفة اغلب الحاجات اللي في يوتيوب حاليا اللي بقالي كتير قاعدة عليه. المهم بس حسيت انها فرصة وجات لي، فليه لا واتبسطت جدا صراحة. يعني انا لغاية دلوقتي مبسوطة. انا اشتركت في البرنامج ده مدته 3 أشهر. اشتركت فيه من اواخر 2005 شهر 2005. مين؟ شهر 2005 انا اتولدت، يا الله. اشتركت فيه شهر 5، اواخر شهر 5، يعني اخر كام يوم في شهر 5. وبدأ بقى الحقيقي، الاجتماعات الحقيقية والنصايح مش عارفة ايه في شهر 6. فانا معرفش ده اجتماع رقم كام، يمكن الخامس او السادس هيك. هما بيعملوا اجتماع كل اسبوع، بيكون الساعة 4.
اعتقد دي المعلومات اللي انا اقدر اقولها. غير كده لو حابين تشتركوا في البرنامج او تشوفوه، هو البرنامج مدته 3 اشهر، يعني لما تخلص اللي انا فيها هيعملوا برضو برنامج تاني غالبا. صراحة حاسة فكرة حلوة من يوتيوب انه يعملوها، وحاسة اني استفدت. يعني حتى لو في حاجات بيقولوها مثلا انا عارفاها، لا انا بكمل الاجتماع للاخر. هو اونلاين باي ذا واي، تقول المعلومة دي عشان الناس اللي بتسأل أسئلة أحيانا أسئلتهم بتكون جديدة وفيها معلومات فاينة، استفدت في كل الأحوال. الموضوع جامد يعني، بس أنا مش بكون لوحدي طبعا في الاجتماع، بيكون معايا 600 بني آدم تاني مثلا معايا كده، كلهم بنات. هو أصلا البرنامج معمول يعني اسمه أنا بطلة من اسمه. عشان كده ممكن تلاحظوا في اليوتيوب شورتس عشان هما بيدونا تحدي كل أسبوع أو كده، وعليها مكافآت بعدين لما الواحد يفوز أو كده. هتلاحظوا في الديسكريبشن بكون كاتبه هاشتاج انا بطلة. يعني ما اعرفش لاحظتوها ولا لا. تقريبا انا عامله كام تحدي لغايه 3 مثلا هيك، ما بعرف. بس والله الهدف ان انا ابقى بني ادمه. فانا ما عنديش بلاش، هحط روج كبلاش. ممكن تكون خطوه سيئه بس المهم. فده البرنامج يا جايز. حاسه زي ما قلت انها فكره لطيفه، واتمنى ان انا افوز الصراحه، لان في مكافآت جامده. او حتى لو ما فزتش، انا صراحه داخله بهدف النصيحه، يعني النصيحه الاستفاده اكتر. فليه حاسه ان انا افورت العاده. اوكي that's too much. اسفين على الاضاءه، حاسه الاضاءه هنا سيئه قوي، بس عشان انا حبيت اغير زاويه التصوير عشان حاسه ان انا بصور في نفس الاماكن في كل فلوج. بس المهم يعني في دبانه عماله بتلف. اوكي هكيرلي ماي لاشز، اعمل مش كيرلي عشان بحس ان انا فايقه، معرفش ليه. وعايزه انزل بوست، هبقى انزله قبل الاجتماع الساعه 5. تمام. انا ليه حاسه ان البلاش باين ان انا كاني مضروبه على وشي، ما ادري. حاسه ان انا افورت، وحاسه انه عادي في نفس الوقت. حاليا بنتهز كل فرصه تجيني ليها علاقه بيوتيوب او التصوير او المونتاج، ممكن استفيد منها ولو حاجه بسيطه. صراحه انا لغايه دلوقتي ما استفدتش حاجه بسيطه، انا استفدت كتير البرنامج صراحه. المهم ان انا هلبس كاب عشان شعري شكله مش لطيف قوي كده، بس يعني اما you know ايه. اوكي بحب الكاب ده قوي. اخويا عطاهوني. اوكي ما نقدرش ننسى خطوة الليب جلوس عشان I'm just a girl. عارفة بطل اقول الجملة دي I'm just a girl. الترند يمكن يكون مات. انا I'm just a girl بتحب تعمل يوتيوب فيديوز. هنا هنزل بوست لما يجي ميعاد الاجتماع، هصور لكم على الكاميرا عشان انا هفتحها على التليفون. انه تنزلي شوت، والاهم انه ضلي مستمر على صفحه المكالمه. اوكي so it's أمنية. Okay, hi guys. Nice to meet you all. مبسوطة ان انا معاكم في اجتماع كمان مرة. الاجتماعات دي بصراحة انا استفدت منها كتير الايام اللي فاتت. سؤالي لسيدرا قد يكون غريب، يا رب اعرف اسأله. المهم ايه اكتر فترة صعبة ممكن تمر على صانع المحتوى، او مرت عليكي انتي مثلا من ناحية الكومنتس السلبية او صناعة المحتوى او اي حاجة تانية؟ اوكي كتير حلو. صراحة من تجربتي أنا على الواحد بيمر كتير فترات صعبة، خاصة جاوبت على السؤال وضحي لي أكتر أنا بجاوب، مش مشكلة. لا بجد جاوبتي واكتر يعني من المطلوب كمان. so thank you so much. nice to meet you.
نمر لسارة. اوه ماي جاد، سؤالي طلع حلو. اوه ماي جاد، أنا حاليا دي صناعة محتوى عندها 900,000 مشترك. اوكي يو جايز، جيت للكلاب بس واحد فيهم معرفش عينه مالها. حبيبي زقوب مالك؟ بجد معرفش مالها عينه. ده لسه عمال بيحاول يلاقي اكل في الكيس اللي خلصه زقوب. يا والبقية هناك اصدقائي الكلاب، بس انا عايزة اعرف مالها عينه ده. يو جايز، الكلاب مشيت، انا هقعد اتمشى شوية. يا انا معرفش ليه عجبني اللوك ده، رغم ان انا حاسة ان شعري كيرلي من هنا شوية يعني كده، يعني شهايش او مش يعني مش مترتب قوي، ما انه مرتب كتير يعني. اوكي، بس حاسه برضو عجبني اللوك. يا اجتماع يوتيوب النهارده كان جامد بجد، كان حلو قوي، استفدت منه، كان لطيف جدا. اي وكمان في تحدي الاسبوع ده برضو هنزله كيوتيوب شورت. غالبا لما بتتفرجوا على الفيديو ده غالبا اليوتيوب شورت بتاع التحدي ده برضو نزل تقريبا، ده رابع تحدي او حاجه كده. قبلها قبل ما اجي للكلاب كنت رحت مش عارفه اتنفس رحت لمحل محل بيبيع خرز. يا مش عشان اجيب خرز، انا هدفي كنت رايحه اشوف اتفرج في المحل لانه مفلسه لسه، هجيب فلوس بعدين هبقى اروح اشتري. بس انا كنت رايحه عشان اخد فكره، وممكن يكون عندهم جرين سكرين. كنت رايحه برضه عشان اجيب جرين سكرين، لان من ضمن التحدي بتاع الاسبوع ده ان انا اطور في اليوتيوب شورت باني استعمل مثلا جرين سكرين او اي حاجه مثلا نوعا ما تدي فايب او تدي جو ان انا بطور في اليوتيوب شورت، رغم ان انا حاساها برضو بتتطور يعني. جايز بصوا، كنت بتمشى جالي كلب لحد عندي. look at this، لطيف ازاي، ده اول مره اشوفه. هاي، لقينا واحد تاني ده تقريبا اخوه. هاي بصوا بيعمل ازاي يا حسن. هنا بتنان. هلا كده انا سلمت عليهم كلهم. صباح النور. هاي جايز، النهاردة الجمعة، النهاردة 5/7/2024، الساعة 7:39. أنا صاحية 6:30 أعتقد، هيك شي. عندنا حوار النهاردة، عندنا حوارات النهاردة. بس قبلها سمعت ان المية الصبح يعني اول ما تصحوا مفيدة. غير كده انا اصلا بصحى عطشانة حتى لو التكييف شغال. اشربوا مية. الحوارات الكتير بتاعت النهاردة هي تصوير. بكرة عايزة انزل ريل، فهصور ريل ستايلينج اكيد يعني. فمحتوى انستجرام عبارة عن ستايلينج، ممكن تروحوا تشوفوه اذا بدكم. وكمان في يوتيوب فيديو المفروض ان انا هصور على مدار كام يوم عشان هغير اللوكيشنز كذا مرة، فمعرفش هبدأ تصويره النهاردة ولا ممكن ابدأه بكرة، معرفش صراحة. بس لو بدأت تصوير النهاردة هبقى يعني اصور لكم ورا الكواليس اكيد يعني. غير كده الفيديو التحدي اللي قلتلكوا عليه ده برضو محتاجة اصوره، بس مش النهاردة. هو المفروض ينزل خلال اليومين دول لانه تحدي اسبوع يعني، جمعة او سبت. انا ما سألتهمش على الحاجة دي، بس انا غالبا هنزله الاثنين او الحد يعني. ما سألتهمش عن حوار موضوع وقت التنزيل، لان التحدي اللي فات نزلته الاربع للاسف متأخر سيكا، لكن ده برضو غالبا هنزله الاثنين او الحد لان انا هصوره بكرة غالبا. حاجة كمان، فاكرين محل الخرز اللي انا روحته امبارح؟ خرز اللي انا روحته امبارح. انا ما كانش معايا فلوس لما روحت، انا كنت رايحة عشان اخد فكرة، انا ما كنتش عارفة المحل. اوكي، بس صدفة دخلته.
او بالصدفة اخويا قال لي عليه. عندهم حاجات حلوة قوي، ف هروح النهاردة عشان اجيب من عندهم خرز. واحتمال لو قدرت اصور برضو يوتيوب شورت، لانه بصراحة انا بتسلى بيوتيوب شورتس الخرز صراحة جدا. اوكي، اجيب انسبيريشن، هاخد فكرة من بينترست لسويرة او سلسلة او ايا كان. انا محتاجة كل اللي انا قلته دلوقتي ده اكتبه في نوتة عشان منساش حاجة. I think دي كل حاجة النهاردة، هم 4 حاجات. واحتمال لو احتجت ارتب الدولاب. جماعة أنا الدولاب عندي بيتلخبط كل 3-4 ايام، كل اسبوع مش عارف في ايه. هلا انا بلي اول مرة، مش لاول مرة اكشلي، في مرات كتير بتحصل، صاحية جعانة. انا في العادة بصحى على فكرة مش بفطر فطار الاوفر، وغالبا مش هفطر فطار اوفر دلوقتي برضو يعني. ف اغلب الاحيان بصحى مش جعانة، معرفش ده طبيعي ولا، بس في احيانا بصحى جعانة زي دلوقتي كده، فهقوم اعمل فطار. هاي جايز، الساعة دلوقتي 11:45. انا ما كنتش بتمرقع. طيب انا اخر مرة صورت لكم كانت الساعة، كنت بفطر، كانت الساعة 8:45 ولا 9 هيك شيء. المهم على ما جهزت وهيك، وكنت بنقل حاجات من على الكاميرا نفسها عشان الفوتج، يعني عشان المساحة تكفي وكده. فانا جهزت كل حاجة، والمفروض ان انا هبدأ اصور الريل الان. طبعا الريل صراحة اعتقد هياخد وقت لان يكون في تغيير كتير، 5 اطقم. لا عايزين تشوفوه غالبا هو يعني ان شاء الله يكون نزل يا رب على ما ينزل الفيديو ده. روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام عشان تشوفوا. اوكي، فدي كل حاجة. انا تقريبا مطلعة نص الدولاب. هاي جايز، انا قد اكون هفقد الشغف في تصوير الريل ده دلوقتي حالا. اوكي معرفش هي المشكلة في الاوتفيت رغم ان انا عجبني، ولا في الفيديو نفسه، زاوية التصوير رغم ان انا بصور فيها دايما يعني ريلز. I don't know، بس هكمل. عجبني ما عجبنيش، لان ما ينفعش اوقف تصوير فجأة كده. انتي كويسة؟ هاي، هلا. اختلاف الشخصيات. رايحة اسلم على السرب التاني الجديد اللي اتعرفت عليه امبارح تقريبا. ايوه امبارح. ليتس جو. يوميات امنية مع الكلاب. اهو. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. بس كفايه هوهو يا ولاد، صدعتوني يا ولاد. اول ما اخويا جه وهو عليه فكرهم هيعضوه، بس هم اتفه من كده. لقينا جراء. يا نونو، يا اختي يا اختي يا اختي يا عسل. أول مرة أشوف 8 توأم. هلو يا عسل. تاتا يا نونو. طول ما انا ماشية عمالة بصاحب حيوانات. نونو. ايس كريم ميت بس تمام يعني، طعمه حلو.
صباح الخير يا جايز. النهاردة السبت، تاريخ 6/7/2024 الساعة 10:18 الصبح. يا أنا نمت وصحيت أنا لابسة عاملة شعري كيرلي. الكيرلز النهاردة أحلى من امبارح على فكرة. ما أعرفش أعيد تصوير الريل ولا لأ، بس عموما لسه هتفرج عليه وهشوف لو عجبني. مش هلزم نفسي النهاردة ان انا انزله، خلاص ممكن انزله خلال الاسبوع الجاي. المهم ان انا صاحية على احتقان بجد. انا نمت وصحيت فجأة. قبل ما انام كنت واكلة نودلز وفراخ اوكي بعدين صحيت حسيت ان في حاجة واقفة هنا في زوري. بعدين قعدت افتكر هو انا بلعت حاجة، كلت ايه غير النودلز والفراخ اللي كلتها قبل ما انام او كده. فكنت خايفة اكون بلعت حاجة بالغلط مثلا او انا نايمة او كده، او نمت بالغلط او كده، بس لا، طلع احتقان. المشكلة ان كل ما احرك رقبتي كده لفوق كان يوجعني برضو، بس اخدت علاج من شوية وخف شوية، بس لسه ما ببلع برضو في يعني كان في حاجة واقفة في زوري ويتهيأ لي كده اهو انا صوتي بيتغير معرفش ربنا يستر. هبقى اخد استحلاب كمان مرة. امبارح انا ما عملتش حاجة غير شفت الخمس حاجات اللي احنا كتبناهم ولا حاجة. ما صورتش غير الريل اللي انا ما كنتش مقتنعة بيه لغاية دلوقتي. اول بارت من الفيديو اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هصوره على مدار كذا يوم، ما لحقتش اصوره صراحة امبارح، يعني ما اسعفنيش الوقت، و ما لحقتش اروح اشتري خرز برضو، فغالبا هروح النهارده. ما لحقتش ارتب الدولاب فهنرتبه النهارده بقت عادات وتقاليد في القناه تقريبا، غير صبغ شعر ترتيب الدولاب في الفلوجز. المهم انا عندي احتقان اتمنى ما اكونش داخله على دور برد. وامبارح برضو قد ايه كان يوم ظريف بالليل خالص. صورتلكوا لما كنت بلعب مع الكلاب وتعرفت على حيوانات جديده وهيك. يا انا طول ما انا ماشيه في الشارع يا جايز، ممكن اصور لكم فيديو عن الموضوع ده صراحه، لان الحاجات اللي انا بحبها، انا في العاده بحب اشير الحاجات اللي انا بحب اصورها اوكي. ان انا طول ما انا ماشيه في الشارع بتعرف على حيوانات، ف ممكن اعمل لكم فيديو عن الحيوانات اللي انا اعرفها. انا بحب الحيوانات صراحه، انا بعشق الحيوانات يعني، بالذات بتوع الشارع دول بحسهم غلبانين قوي، ومش شايفه ان منطق ان انتوا تخافوا منهم. يعني انتوا خدوا حذركوا بس مش لدرجة تخافوا وتقرفوا اوفر، عادي. لان في الاخر سواء الكلب او القطة ده، الكلب لو هو خايف فانتوا تعذروه. هو بيتعرف على فكرة، الكلب بحسه بيتعرف لو سعران او لا اوكي، لو سعران او جبان او اليف او لا صراحة بحس. عموما انا بالنسبه لي لما كلبي هوهو يعني هو خايف، فما بخافش منه عادي، بعدي وعادي، لان انا عارفه مش هيقرب مني، هو خايف غالبا لما بيهوهو. لو سعران بقى يعني هوهوته هتكون مختلفه هيقرب منكم عايز يعضكم طيب يا هتقول بس 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 القطه كذا مره ازعل انها ما بتعبرنيش، بس ده عشان هي بتكون خايفه. بفهم خوفهم ده، لان في بشر سوري مش بشر اصلا، في ناس بجد يعني بترمي عليهم حجارة، بترمي عليهم تراب كده، هو بيجي في عينهم يا عيني. يا جماعة ما تعملوش الحيوانات كده، يعني اعملوا لهم كده هو، بس ما تأذوهمش. بالنسبة لزقوب، انتوا شفتوه في يوم الخميس اعتقد، ايوه لما رحت له عينيه الاتنين كانوا ورمين، كانوا ملتهبين حوالين عينيه، ما كانش قادر يفتح عينيه. لما رحت له امبارح شفت واحده من عينيه خفت، يعني عينيه التانية لسه، فاتمنى هحاول اروح له النهارده برضو، اتمنى ان عينيه تكون خفت، عشان بجد انا زعلت اوي على يوم الخميس. ماشيين معرفش انا مصورتلكوش المنظر للاسف كنا عمالين بنمشي يعني كنا بنتمشى في المكان اللي فيه الكلاب وكده، كنا رايحين سوبر ماركت بعيد عن الجنينه شويه، فهم طول ما احنا ماشيين عمالين بيحرسونا وماشيين ورانا. بجد المنظر كل ما يقرب حد يهوهو عليه وانا عمالة هشهم. لو هعمل حاجة تاني في يومي اكيد اصورها. حاسة اني مش بنهي فيديوهاتي او فلوجاتي عموما،
بجد انا محتاجه اتعلم الادب من اول وجديد عشان مش بنهي فلوجاتي بطريقه كويسه. جايز النهارده التلات، النهارده المفروض اليوم اللي همنتج فيه الفلوج اللي انتوا بتتفرجوا عليه يوم الجمعه، يعني انا من الماضي انتوا من المستقبل. انا اكتشفت ان انا نسيت اعمل لكم جوله في الخرز اللي انا جبته. So let's go. ان انا جبت حاجات السبت وجبت حاجات امبارح. اوكي دي اللي بيتعمل بيها الاساور، دول بجد كيوت قوي. دي عليها احرف كده. يس يا دي انا اول ما شفتها في المحل بجد قلت لا هجيبها، يعني هجيبها بجد. كيف القوة قصدي يعني عجبتني قوي. اوكي بصوا جميلة ازاي. first things first دي بصوا على ازاي. اوكي الكاميرا مالت والتصوير فصل عشان الكاميرا بتستهبل. انا محتاجة القى مش يعني حل للمشكلة دي، لان الشبه الاولانية تعمل فوكس بقى، شبه الاولانية بس دي يعني زي اللولي مدورة كده وحلو، لون مختلف، خرز مختلف هيك. ده لولي اعتقد اسمه لولي يعني، بس ملون. It's so cute. آخرا وليس آخرا ده، عشان انا ما استحملتش ما اجيبش عقد لولي يا مثل هيك او بالحجم ده، عشان برضو عندي افكار جامدة ليه. It's so cute. فدي كل حاجة انا جبتها. ده كان الويكند او فلوج الويكند في حياتي الخفيف. اتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. لو عجبكم فلوج النهارده don't forget to like share subscribe. روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام لو مش عاملين لي، عشان بنزل ستوريز هناك كل يوم، بوستس مش كل يوم يعني بس كل خميس تقريبا، وريل المفروض كل سبت. يا جايز انا ببسط بالفلوجات دي وبحسها بتكون اقرب كده ليكو وترفيهيه، يعني تطلعكوا عن المود. يعني لو انتوا داخلين منكدين، يعني ما اعتقدش في حد داخل يوتيوب عشان ينكد على نفسه، صح؟ انا ممتنه جدا ليكو وبحبكم كمان مره، وما اقدرش ابطل شكر ليكو على الدعم اللي في القناه، او يعني على حبكم. يعني لو جداد برضو I love you. لو كملت الفيديو للاخر. Thank you for watching. Hallelujah. Peace out babies. I love you. 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 بحبكم. ما بحبش اقول باي في الفلوجز بجد، نفسي الفلوج يكمل للابد، بس يعني في فلوجات جايه اكيد. Some may never come, road trips and shotguns.